مرحبا، يسعد لي كل اوقاتكم اعزائي متابعي قناه ايفا. ان شاء الله كلياتكم تكونوا بخير وسلامه يا رب. وصفتنا لليوم هي رولات الباذنجان باللحمه او لفائف اللحم. نحتاج لباذنجان واللحمه المفرومه، طبعا الكميه حسب الرغبه. نحتاج لملح، فلفل اسود، ثوم مهروس، وعندي هون بهارات اللحم ملعقه كبيره، وبنحتاج لمعجون الطماطم. يلا نروح لطريقه التحضير. هلا نبلش بقلي الباذنجان. حتى حمر من الجانبين لنخلص كل الكمية. وهيك حمرت من الجانبين، صارت عندي جاهزة. تركها على جنب. هلا نبلش تتبيل اللحم. نضيف عليه التوابل، ثوم وفلفل اسود وملح وبهارات اللحم، نخلطهم مع بعض بشكل جيد حتى يتجانسوا مع بعض. هلا بنبلش نشكل اللحم على شكل اصبع، هذا الشكل، كل الكمية. مثل ما شايفين. وهلا بدنا نبلش نلف رولات الباذنجان حتى اللحمة. بحطها بالصحن. هيك بدنا نساوي كل الكمية. هيك خلصنا الرولات. رح نبلش تحضير الصوص. عندي هون كاس مي، رح نضيف عليها معجون الطماطم ملعقتين، بحركها، نضيف عليها الثوم وشوي فلفل اسود شوية ملح. بدنا نكتر الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. نخلطها كويس. ونضيفها على الصحن. بسم الله. بالنسبة للزينة هي اختيارية. أنا راح زينها كم بندورة كرزية
طبعا الزينة مثل ما قلنا اختياري، فيكم تحطوا اللي بتحبوه. راح ضيف فلفلة خضراء، انتو شو بتحبوا، خضراء حمراء اللي بتحبوه، ممكن تستغنوا عن الفلفلة. وندخلها للفرن حامي من قبل. دخلناها للفرن نتركها لحتى تستوي. بشوفكم طريقة التقديم. وهيك صارت عنا جاهزة. ان شاء الله تنال اعجابكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير للقناة. ان شاء الله الف صحة وهنا.